اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النهاردة هنتكلم عن كذا نقطة كده ممكن تكون هي اللي بعدانا عن ربنا. أول حاجة، ساعات بنخاف على اللي حوالينا، فزي ما نكون بنحط ايدينا كده فوق، لا يا رب مالكش دعوة بيهم. أنا ممكن أقول يا رب ربيهم برحمتك، ما يبقاش العقاب جامد عشان يتعلموا. دايما الواحد يطلب ان ربنا يربي ويربي اللي حواليه برحمته، فما ينفعش اخاف على اللي بحبهم من ربنا. فين الثقة فيه ان هو الغفور الرحيم الودود الجبار، يعني بيجبر كسر القلوب. اذا انا مش عارفة اقنع اللي قدامي ان هو يصلح غلطته، انا مش مطلوب مني اصلحها. يعني مثلا ابني كسر حاجة، علمه ان هو يدفع من مصروفه. حد بحبه عمل حاجة غلط، انا مش مطلوب مني اصلحها، يقنعه يصلحها يا خلاص. واكيد مش هقنعه في نفس الموقف دلوقتي، بعدين، من باب ان احنا مع بعض، مش لا انت غلطان كل واحد يقف قدام التاني. اللي هو زي الآية اللي ربنا سماهم في الآية دي يريدون الحياة الدنيا. يعني ايه الآية بتقول قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لما الناس اللي بتتقي ربنا قالوا لقارون ما تفرحش، ان الله لا يحب الفرحين، ما بيحبش اللي بيفرح بالحاجة نفسها، بيحب اللي بيفرح بفضل الله. مش دي للمشركين ودي لأهل الكتاب، هستمتع بكل آية. أبو بكر الصديق. فرابع نقطة، إني ما اتمناش حاجة في إيد حد. لما أفكر أتمنى لله. تاني حاجة، إنه إحنا فريق واحد، إحنا كلنا عباد الله. البوزيشن بتاعتي والشغلة بتاعتي اللي أنا جايها، أنا عبدة لله، أنا واللي حواليا. اللي حواليا إخواتي في الابتلاء، لا أنا أحسن منهم ولا أنا ربنا عشان أحسبهم، ولا أنا جاي أثبت إن أنا أحسن منهم ولا أوريهم إن أنا أحسن منهم. إحنا كلنا عباد الله، كلنا إخوات في الابتلاء. يعني يا ريت الواحد ياخد كل اللي يعرفهم ويدخل الجنة، حتى اللي ظلموه. إيه المشكلة؟ دول إخواته. إذا مش فاكر إن هم إخواتك فهم إخواتك من آدم. إلا من أتى الله بقلب سليم. الواحد المؤمن اللي قال عليه 3 أيام ورا بعض الرسول صلى الله عليه وسلم إنه داخل الجنة، بيقول عمل كل حاجة عادية، بيقول إن بس بنام وقلبي مش شايل حاجة لحد. أهو القلب السليم ده مش بيبان، عشان كده ما اقدرش اقول ايه ده بيصلي في الجامع، ده مش عارف بيعمل ايه، ده بايه، ده كويس جدا. حد عارف هو شايل من حد ولا لا؟ ده مبتلى، اصل هو مؤمن. ما هو المؤمن مبتلى من ذنوبه، مش مؤمن مبتلى وخلاص. قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. نقطة مهمة كمان، اني محكمش على حد، ما اقولش ده كويس ده وحش، مفيش حاجة اسمها كده. اللي احكم عليه كويس وحش ده بالتقوى، والتقوى محلها القلب. انا ما اقدرش اعرف مين عنده تقوى اكتر من مين. كان مرة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه واحد، قال ايه رأيكم فيه؟ قالوا ده احسن حد فينا، ولو حب يخطب الناس على طول توافق على الجوازة دي، ولو اتكلم الناس تسمع له. واحد تاني دخل قال ايه رأيكم فيه؟
قال ده لو خطب محدش يوافق، ولو اتكلم محدش يسمع له، وي 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 وحاجات كتير قوي. في الاخر قال لهم هذا اللي عاجبكوا قوي، ده اللي مش عاجبكوا ده، هذا خير من ملء الارض من هذا. يعني ساعات نشوف حد غني جدا، واو ده جامد، ونحترمه ونجري نتصور معاه، وواحد تاني رب اشعث اغبر اذا اقسم على الله لابره. المنكوشين في الشارع دول وشهم اسود اللي بنخاف منهم دول، ده مش بيحلف زينا كده، ده والله لن تعمل لنا كذا، مش يا رب يا رب يا رب اعملي كذا، لا ده بيحلف على ربنا يقوم ربنا يعمل له. هذا خير، الاشعث الاغبر ده، من ملء الارض، من اللي الناس بتجري تتصور معاه. انا بقيم الناس ازاي؟ ايه معيار تقييمي للناس؟ ايه معيار نظرتي للناس؟ هل هعرف اقيمهم؟ لا، لان التقوى هي المحل التقييم، والتقوى في القلب، والقلب لا يعلمه الا الله. انا المفروض اركز في القلب السليم وبس، واساعد اللي حواليا. اكتر حاجة تساعدهم الدعاء، ان ربنا يهديني ويهديهم، يغفر لي ويغفر لهم. رابع نقطة هتكلم فيها، ان في حاجة اتعلمت منها حاجة مهمة قوي، ولقيت لها ايات في القرآن. ايه هي؟ ان الانسان ما يتمناش حاجة في ايد حد. يعني مثلا عربية حلوة قوي شفتها مع حد، يا ريت كان عندي العربية دي، اللي هو زي الآية اللي ربنا سماهم في الآية دي، يريدون الحياة الدنيا. يا نهار ابيض، يعني مش عايزين الآخرة. مش يا ايها الذين اتقوا، مش يا ايها المؤمنون. الآية بتقول ايه؟ يا ايها الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. كل اللي بيتمنوه لما شافوا قارون طالع عليهم بالزينة بتاعته، يا لو عندنا فلوس كتير زيه كده. اهو ده اللي حصل لما واحد شاف عربية تحفة وغالية جدا، يا ريتني عندي العربية دي. فسمعوا صاحب العربية نزله، لما نزل قال له خدها. الغريبة ان الراجل رفض. ليه؟ لان قال له لما تاخدها خد كل حياتي بقى، منها المشاكل اللي عنده، منها ان هو بيعرج وعنده مشكلة في رجله، فخدها كلها. ما تقولش يا ريتني عندي الشقة دي، انت بتتمناها ليه؟ المؤمن اللي بيتقي ربنا بيبقى عايز الحاجات دي عشان ربنا، مش عشان هي نفسها. بيبقى فرحان بالحاجة دي عشان هي بفضل الله، عشان هي علامة على رضا ربنا عليه. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن كفرتم إن عذابي لشديد. ربنا ما عندوش حاجة تانية، إما شاكرة وإما كفورة. قليل من عبادي الشكور. أنا من القليلين دول ولا لأ؟ فبذلك فليفرحوا، بفضل الله. إن الله لا يحب الفرحين. هو أنا أنهي فيهم فرحانة بالحياة الدنيا؟ لما الناس اللي بتتقي ربنا قالوا لقارون ما تفرحش، إن الله لا يحب الفرحين. ما بيحبش اللي بيفرح بالحاجة نفسها، بيحب اللي بيفرح بفضل الله. الحاجة دي أنا قعدت سنين عبال ما فهمتها وعرفتها. مش كل حاجة هعرف اشرحها ولا اوصلها. في حاجات لما تعدي عليا وايماني يوصل لدرجة معينة في الحتة دي، مش في كل حاجة، في الحتة دي هفهمها بطريقة تانية خالص، وهفهمها صح زي ما ربنا قصدها. وفي حاجات ليها كذا جانب، انا ممكن ايماني لما يعلى افهم جانب منها. زي آية المفروض اتعلم منها مثلا كل آية 10 حاجات. قريت القرآن أول مرة كان إيماني ليفل معين، اتعلمت 1/10. قريته تاني اتعلمت 2/10. قريته تالت اتعلمت 5/10. فكل حاجة مش ليها جانب واحد، كل آية المفروض بتعلم منها كذا حاجة، وهو ده كنزه اللي ما بيخلصش، الكنز اللي في القرآن. عشان كده هو معجزة، معجزة في كذا حاجة، معجزة بين ايدينا. يعني سبحان الله،
من كرم ربنا النبي موسى كان عنده عصاية ليه وللقوم بتوعه هو المستفيدين. النبي عيسى يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، برضو كله استفاد منه اللي عايشين. القرآن من كرم ربنا ان الواحد بيستفيد بيه ليوم القيامة، مش نعمة للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة بس، هو نعمة لكل، فيه هدى للمتقين. مش ممكن يكون الآيات اللي بتتكلم على الكفر والشرك وأهل الكتاب الكلام ده موجه لكل واحد فيهم بس لو هو فيه هدى للمتقين. لما فهمت ان كل آية موجهة لي أنا استفدت من كل آية. الكافر إما شاكرة وإما كفورة. الشيطان بيؤمن أنه لا إله إلا الله، عارف كويس قوي، وأن محمد رسول الله عارف كويس قوي، وربنا سماه أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى لو أنا فهمت إني لو أنا استكبرت في اللحظة دي جالي كبر وأنا اللحظة بقيت كافرة، هعرف إن الآيات بتنطبق عليا بتاعة الكفر. أعرف لما أنا يجي وقت الصلاة وأقول لا لا أنام أحسن واتخذت إلهي هوايا وده عليت ربنا أو أشركت برياء، إيه ده بقيت تصلي كويس قوي عشان الناس قاعدة، ده شرك. لما الاقي آيات المشركين هتنطبق عليا هعرف كويس قوي إن آيات القرآن مش دي للمشركين ودي لأهل الكتاب، هستمتع بكل آية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيستمتع بكل آية، عشان كده دماغه ما كانش بتستحمل، كانت بتنزل على طول، لأنه كان فاهم إن ده ليه كله، هو كله ليه، مش ده لكذا وده لكذا، لأ الكلام كله لينا. فرابع نقطة إني ما اتمناش حاجة في إيد حد. لما أفكر أتمنى لله، أتمنى بغض النظر عن اللي قدامي ده عجبني ولا لأ، ما اتمناش في اللحظة دي. يعني النبي سليمان لما اتمنى ملك لا ينبغي لأحد من بعده، اتمناه في لحظة الاستغفار، مش في لحظة لما شاف حاجة كويسة في ايد حد. لاني لو اتمنيت حاجة في ايد حد اتعلمت اني هاخد ابتلاءاته. عشان كده في ناس تقول ايه لما بتيجي فلوس بتروح الصحة، لا هي عشان اتمنيتها ساعة ما شفتها مع حد، لكن لو اتمنيتها في وقت عادي، وقت انا بدعي فيه ربنا او كده، خلاص تمام. انا لما بتعجبني حاجة في الدنيا اتعلمت اني اغض بصري عنها، ما اتمناش في اللحظة دي. اتمنى بس في وقت تاني، ادعي في وقت تاني ان هي تجيلي خير ربنا كتير، لانها علامة على رضا ربنا عني. الصحابة كان عندهم فلوس كتير وكانت كل حاجة كويسة لما كانوا قريبين من ربنا. لما المؤمنين بعدوا عن ربنا والمسلمين ابتدت البلاد بتاعتهم تقل، ابتدى يجيلهم مشاكل، ابتدى يجيلهم فقر، ابتدى يجيلهم ظلم. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولو أنا اتغيرت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللي حواليا مراية لقلبي، ودي حاجة كمان المفروض أتعلمها، إن لو حاجة ما عجبتنيش لو دورت هلاقيها جوايا. من كرم ربنا عليا إنه بيسهل عليا إني أعرف إيه اللي جوايا وحش عشان أغيره، فبيخلي الحاجة الوحشة دي ما تعجبنيش في اللي قدامي. عشان كده بنشوف ناس كتير نعرفهم نقول ايه ده هو كاتب ان هو بيتضايق من البخل، ده هو بخيل، ايه ده بيتضايق من اللي بيتقيش ربنا، هو ما بيتقيش ربنا. ما حدش بيشوف عيوبه، لكن ربنا بيوريها له في اللي قدامه عشان ينتبه. من كرمه عليا ان الحاجات اللي بتضايقني دي بتدلني على اني ازاي اقرب من ربنا. يبقى من الحاجات اللي انا اتعلمتها النقطة الخامسة ان معجزات القرآن ما بتنتهيش. سادس نقطة، مش معنى ان واحد قدامي بيتكلم في حاجة انا ما فهمتهاش يبقى هو غلط، انا ما عرفهاش يبقى هو غلط. اركنها على جنب المعلومة وما تخانقش معاه، واقول يمكن افهمها بعدين لما ايماني يعلى، او هتعلم ان هو غلطان، مش لازم افضل اقاوح. عشان كده كل انسان اغلبنا لما بيتكلم في نقطة ويجادل هو بيشوف نفسه محق،
وعشان كده اقدر اقول ان سابع نقطة ان الواحد ما يجادلش، ياخد الكلام ويركنه على جنب في دماغه كده، يخليه على جنب يفكر فيه، يمكن بعدين يفهمه او هيتأكد ان هو اللي كان صح. لان الجدال بيبعد عن ربنا، كل غلطة بتبعدني كتير عن ربنا. فاركز دايما ان انا اطلع لقدام، لان يا بطلع لقدام يا برجع لورا، مفيش حاجة اسمها اثبت مكاني. لحد بقى ما الواحد يوصل لليفل عينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. واللي هو لو سأل ربنا اي حاجة يديها له، لو استعاذ من اي حاجة ربنا يعيذه ما يجيبهاش. النقطة التامنة ان الصوت اللي في ودني الحقيقي الصح واطي مش عالي. كل ما ايماني يعلى هلاقيه بقى عالي قوي، هتمسك بيه، كل ما اتمسك بيه يعلى. يعني في وقت الجدال لا لا انت صح كمل، يقوله اسكت، يقوله لا لا بس هخلص الحتة دي بس واسكت. ساعة الفجر طب نام شوية صغيرين. ساعة ان هو تعصب، تعصب اللي قدامك هيسكت. ساعة مواقف كتير قوي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. في كل موقف انا بيكون قدامي اختيارين، يا بسكت صوت الصح، صوت الحق ده، يا بسكته، يا بعلي، وبختار التاني، يا بختار الصوت ده. كل ما اختاره كتير ورا بعض ده بيوصلني لليفل ايمان عالي جدا. في آية بتقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يعني ايه؟ ما بصش لحاجة حد واتمناها. دي الآية اللي ما قلتهاش في الحتة بتاعت ان الواحد ما يتمناش حاجة في ايد حد، يغض بصره. سبحان الله، ولا تمدن عينيك، العين اغض بصري. تاسع نقطة، اخد الامور ببساطة، ما عنديش مشكلة. رحم الله كل هين لين سهل قريب من الناس. ان ما يبقاش عندي مشكلة. يعني كان فيها من كام يوم مشكلة كبيرة جدا، اخدناها ببساطة وقعدنا نضحك ونهزر خلاص، وفضلنا نهزر عليها ونضحك. بعدها كمان عادي، ليه اتعصب واتنرفز واخد الدنيا مشكلة؟ اخد الدنيا والامور ببساطة. اي مشكلة بربع ايدي واتفرج ازاي ربنا هيحلها لي. ده الصبر، اصبر على المشكلة اللي انا فيها واتفرج كرم ربنا ومعجزاته وقدراته ازاي هيحلها لي. هو حطني في الموقف ده عشان يشوف، هستقبله وانا برضو هادية بنفس مطمئنة، اللي هي الوحيدة اللي بترجع لربنا راضية مرضية. رضيت بالموقف الصعب ربنا هيراضيها. يعني ما كناش عارفين نروح، جينا نطلب اوبر منفعش، حد فينا شحنه خلص، والتاني ما عندوش رصيد، والتالت مش راضي يجمع ولا راضي يشتغل ابليكيشن عنده. يمكن ساعة الا ربع، الساعة الا ربع دي بنضحك، مش الساعة الا ربع دي متعصبين على بعض ومتنرفزين من بعض وانت السبب، لان خالص كنا مبسوطين ومستمتعين بايه ما اعرفش، بس والله ضحكنا ضحك مش طبيعي يعني. فالحياة الصعبة مواقف يعديها بنفس مطمئنة راضية، يا هعديها هي ما هو مش هيحصل حاجة جديدة. بالعكس، لو ربنا شافني ان انا بستقبلها عادي وافكر اتعلمت ايه من الموقف ده، واستغفرنا في النص، استغفر لما يبقى حاجة معصلجة معايا، ما هو كده ولا كده المواقف الصعبة هتعدي عليا، فهي اخدها بحسنات ورضا ربنا عليا ونفس راضية فيسهلها عليا، ياخدها بسيئات وانا متضايقة ومتعصبة ومش راضية، واقول سيبوني في حالي انا صابرة. انا اللي سميت نفسي كده، لكن هل ربنا مسميني كده؟ لا. انا بشكر ربنا وبحمده، طب هل في زيادة في حياتي كل يوم؟ لا، يبقى انا اللي سميت نفسي كده. استغفر الله العظيم، انا بستغفر اهو، هل بلاقي
يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ لا، يبقى أنا اللي بسمي نفسي بستغفر. ده مش الاستغفار اللي ربنا عايزه، ده مش الحمد لله اللي ربنا عايزه، ده مش شكر اللي ربنا عايزه. بدل ما بلاقيش النتيجة اللي ربنا وعدني بيها في القرآن، يبقى أنا اللي سميت نفسي كده. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليه ما بلاقيش بركات وزيادة ويا مكافآت مكافآت؟ لأن أنا اللي سميت نفسي صابرة. فأقدر أقول إن دي آخر نقطة 10. أشوف لو أنا لقيت اللي ربنا وعدني بيه يبقى أنا صح، لو ما لقيتش يبقى أنا محتاجة أعدل تفكيري وأفهم النقط دي صح. زمان ما كنتش بلاقي الحاجات دي، فكنت بشك هو في مشكلة في ربنا ولا في القرآن ولا في فهمي. لما فهمت صح فهمت ان المشكلة كانت في فهمي انا. ربنا يا رب يبصرنا ويعلمنا ونهدى. لما نهدى بنشوف الامور صح، ما بنتلخبطش. ربنا يرزقنا النفس المطمئنة الراضية المرضية، ولسوف يعطيك ربك فترضى.